أنا أولا نتعرف بحضرتك. سوسن وهبي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة الشرقية للأبطال. أهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتعرف من حضرتك النهارده، بما إنك كنت موجود على منصة في المؤتمر النهارده، عايزين نعرف منك أهداف المؤتمر كان إيه النهارده. أولا التجمع العمالي ده بيظهر حب الناس كلها لمصر، وإصرارهم على خارطة الطريق، واصرارهم على ان فعلا يوم 14 يوم 15 بعيد لمصر ان شاء الله. طب حضرتك بما انك انت الست اللي كانت موجوده او المراه الموجوده في المؤتمر النهارده على المنصه، وكان نساء جديد موجودين تحت، بس عايزين نعرف من حضرتك وجهه نظره المشاركات بتاعه النساء، هل هتتم في الدستور زي الايام المرات السابقه؟ هي يعني انا ما اعرفش، هو ده بيقول لك حقوق المراه، انا شايفه ان المراه واخده حقها برضو. يعني انا واحده من الناس بقيت رئيس مجلس اداره بالجهد، فعلا كل واحد بيجتهد ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه وبيلاقي الجهد ده. يعني بالنسبه للوظيفه بيرتقي المناصب. مش بقول ده راجل او ست، لكن بقول ان او راجل او امراه، يعني لا، ده انا بقول فلان الفلاني يقدر يحقق فعلا اهداف بالنسبه للمكان اللي هو بيشتغل فيه. هل هو ده هيقدر يرفع المكان؟ هل هو هيقدر يتقدم بيه؟ فدي ما بتبقاش في فرق بين راجل وست، بيبقى الخبره هي المقياس في الموضوع، مش النوعيه يعني. طب هل هناك مخاوف للقطاع العمالي ما يتم اعلانه على صفحات جماعه الاخوان المسلمين، او توتر او قلق من يوم 25 يناير؟ يعني هم الاحداث الاخيره دي بيحاول ان هو يرهبوا الناس، لكن انا ما اعتقدش. على فكره الشعب المصري شعب واعي جدا وشعب عنيد برضو. يعني انت من 7000 سنه لو حضرتك تشوف، لا بيصبر ولا لما بينفجر لا خلاص بقى بتبص تلاقي بيحقق اللي هو عايزه فعلا. يعني هي الفتره اللي فاتت دي اراده الشعب غيرت رئيسين في توقيت زمني قياسي الحقيقه. وبرضو السنه اللي هم قعدوها دي فهم للموقف الاخير ده خلى الناس كلها انطلقت. يعني فهو شعب مصر الحقيقه شعب واعي وعارف ازاي يقود نفسه يعني. طب حضرتك شايفه ان في الظروف اللي احنا بنمر بيها او الظروف الطاحنه الماليه والنفسيه والاجتماعيه، هل هيبقى في اقبال للدستور اللي جاي؟ ان شاء الله. يعني كل واحد حاطط امل. يعني انا مش اقول لك لازم نتوافق كلنا على بنود الدستور، وممكن ما تقراهاش خالص، لكن احنا شايفين ان الناس كلها فعلا بقلوبها وعقولها ماشيه في الطريق بتاع خارطه الطريق، بدايه بالدستور. لو احنا عدت معانا المرحله دي، ان شاء الله المراحل اللي جايه هتكون ايسر واسهل باذن الله. بشكر حضرتك ان كنت معانا في قناه الحلم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.